السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة نور. النهاردة موضوعنا مهم جدا. هنعرف الفرق بين العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي للاكتئاب، وازاي الاتنين ممكن يكملوا بعض. اول حاجة لازم نفهمها ان الاكتئاب مش مجرد زعل او مزاج وحش. ده عبارة عن مرض نفسي بيأثر على التفكير والمشاعر والجسم، وعشان نتعامل معاه في نوعين من الطرق: العلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي أو العلاج الحياتي. ناخد أول حاجة العلاج الدوائي. الدكتور ممكن يكتب مضادات اكتئاب زي الاس اس ار، اللي هي عندنا سيتا لوبرام، زي السيبراليكس، او في السيرترالين اللي هو في مصر بنسميه المودابيكس. تمام. او ادويه، اي ادويه للقلق زي البنزوديازابين اللي هو اللي احنا قلنا عليه الحلقه اللي فاتت، زي الزلام. الادويه دي بتشتغل على كيمياء المخ، بتساعد الشخص يعني ايه يحس باستقرار اكتر. تمام. هندي مثال. مثلا شخص عنده اكتئاب شديد، مش قادر ينام ولا يركز، الدكتور ممكن يكتب له دواء يساعده ينام ويقلل الايه، ويقلل القلق. لكن لازم نعرف ان الادويه مش سحر. الادويه برضو مش سحر، لها وقت علشان تشتغل. يعني غالبا بتبقى بعد 4 اسابيع من الجرعات، وطبعا ليها اثار جانبيه. اشهرهم اللي هي بتزود الوزن، وممكن تعمل شوية صداع، او شوية في الاول لخبطة في النوم. عشان كده لازم متابعة مع دكتور، وما ينفعش ناخدها من نفسنا او نوقفها فجأة. لازم متابعة مع دكتور. ده بالنسبة للعلاج الدوائي. العلاج الطبيعي بقى، واللي احنا بنسميه العلاج الحياتي، ده بيشمل حاجات كتير. اولهم واهمهم من وجهة نظري وعن تجربة الرياضة. الرياضة من أهم العوامل، أنا مش هقعد أقنعك إن الرياضة مهمة غير لما تجرب أنت بنفسك وتشوف الفرق على حالتك النفسية، عشان ما نطولش في النقطة دي. تاني حاجة التغذية، وبرضو عليها عامل كبير. آه، الطب فيهم بقى النوم. النوم هو العامل الأساسي للتعافي من الاكتئاب أو العلاج الاكتئاب. النوم، النوم المنتظم، اللي هو تنام في نفس الساعة كل يوم وتصحى في ميعادك الطبيعي. وفي بقى العلاج النفسي بالكلام. ده بصراحة انا ما جربتوش، يعني مش عارف نفسيا. انا مش يعني انا شخصيا مطلعة شوية، يعني بقرا وبدور وبفتش وكده، فبعرف اتكلم مع نفسي، بعرف اعمل حوار مع نفسي. ففي ناس ما عندهاش يعني الملكة دي، فممكن تلجأ للعلاج النفسي السلوكي. تمام. طيب ندي مثال. شخص مثلا عنده اكتئاب خفيف، بدأ يمشي نص ساعة يوميا، ومع الوقت لقى ان مزاجه اتحسن ونومه بقى افضل. ده انت لازم تعمل الخطوة دي الخطوة مهمة جدا. كمان برضو ندي مثال. الاكل الصحي بيفرق. اهم الاكلات الطبيعية اي حاجة تحتوي على الاوميجا 3، طبعا اهمهم السمك. او ممكن تاخدوا مكملات غذائية، بس تحاول تجيب مكمل غذائي محترم عشان ما تبقاش بتاخد حاجة في الفاضي. تاني حاجة برضو الفيتامين د. طبعا ده من الشمس، احنا عندنا بلد مشمسة الحمد لله من عند ربنا. ممكن انت كل يوم تتمشى نص ساعة في الشمس، تلت ساعة في الشمس. ده كافي جدا انه يديك احتياجك الطبيعي من الشمس. مش قادر او شغلك في مكتب زي حالتي كده، اه، تجيب برضو مكملات الفيتامين د وتبدأ تاخدها. دي بتساعد المخ انه يشتغل كويس. وطبعا زي ما قلنا في جلسات علاج نفسي زي العلاج السلوكي اللي هو بيسموه في سي بي تي، اللي هو العلاج السلوكي المعرفي. ده بيعلم الشخص يغير طريقة أصلا تفكيره بالنسبة للمواقف اللي بتتعرض لها في حياتك. انت بتفكر بطريقة معينة، متعود انك تفكر بطريقة معينة. النوع ده من العلاج بيخليك تفكر بطريقة مختلفة، تساعدك عن انك تطلع من الحالة المزاجية اللي انت بتبقى فيها اثناء الحوار. طبعا في امثلة زي واحد مثلا بيحس ان هو فاشل طول الوقت. المعالج بيبدأ يتكلم معاك ويراجع افكارك ويشوف في نجاحات صغيرة عندك ولا لا. يعني في ده علم برضو بيساعد في علاج الاكتئاب. انا ما اقدرش افيدك فيه لان انا بصراحة شخصيا ما جربتوش، بس اسمع ان هو ليه نتائج كويسة.
مع بعض الشخصيات. نيجي بقى للفرق الاساسي ما بينهم. الدواء بيشتغل اسرع، خلينا نتفق ان الدواء بيشتغل اسرع على الاعراض، تمام، خصوصا في الحالات الشديدة. اما العلاج الطبيعي بياخد وقت اطول، لكن بيدي برضو نتائج مستقرة وبيحسن جودة الحياة بشكل عام. يعني العلاج الطبيعي بيحتاج وقت اطول لانه طبعا ما فيهوش المادة المركزة اللي في الدواء، تمام. واحيانا في دكاترة عندهم عقلية متفتحة شوية بيجمع بين الاتنين، وطبعا ده صعب شوية انك تقعد مع دكتور يقول لك علاج طبيعي مع علاج الدوائي. ما بيعترفوش قوي بموضوع العلاج الطبيعي، بس في بعض الدكاترة بتدمج العلاج الدوائي بالعلاج الطبيعي علشان النتيجة تبقى افضل. زي مثلا شخص عنده اكتئاب متوسط، الدكتور كتب له دواء، وفي نفس الوقت بدأ معاه مثلا جلسات طبيعية وكده، وبعدين برضو كتب له على نوع معين من الفيتامين زي اوميجا 3، فيتامين د، ممكن بي 12 او بي كومبلكس عموما، ده برضو بيبقى ليه فوائد. الاكتئاب محتاج خطة شاملة، مش حل واحد، هو حياة، محتاج خطة شاملة، وانت اكتر واحد عارف نفسك من جوه. الادوية مهمة في حالات معينة، والعلاج الطبيعي مهم جدا برضو عشان يفضل يحافظ ما بين التوازن النفسي والجسدي، تمام. فانت لو حسيت انك محتاج مساعدة روح لدكتور، اعتبره يا جماعة مش غلط، روح لدكتور، ما تعرفش حد. لو انت في مجتمعنا خايف ان يتقال عليك ان انت تعبان، عندك كذا، الناس مش متقبلة فكرة يعني ايه مرض نفسي او كده، انت مع نفسك كده روح لدكتور متخصص واقعد معاه واتكلم معاه على كل حاجة بتحس بيها، وهو هيكتب لك العلاج المناسب. احنا هنا في رحلة نور بنوعي ونفهم، لكن العلاج لازم يكون مع متخصص. عايزك بقى تقولي في التعليقات ايه اكتر حاجة حسيت انها بتفرق معاك، الدواء ولا التغيير في اسلوب الحياة ولا انت ماشي على مكملات؟ قولي ونتناقش في الفيديو الجاي عن طبيعة الدواء ده او عن طبيعة المكملات دي، نشوف هي بتشتغل ازاي او ايه هدفها بالظبط، ونكمل ان شاء الله مع بعض الرحلة. ده فيديو يا رب يكون لطيف عليكم، واشوفكم في الحلقة الجاية من رحلة نور.